وقف الربط الآلي، احنا أي دولة تبي يعني تعطيها أمان اقتصادي، أمان سياسي، أمان اجتماعي، لا شك أنك تعدل التركيبة السكانية. حلو. سواء الآن الوقف الربط الآلي أو التعامل فيما يتعلق خاصة بالوظائف مع مصر الشقيقة، وهذا الكلام ينطبق سواء مصر أو غير مصر. نحن نتحدث عن كيان بلد، لابد أن عيال البلد أيا كان هم اللي يديرون بلدهم. نعم نستفيد من خبرات الدول الأخرى، ناخذ منهم معلومات، نطور عيالنا وننميهم ونعلمهم، ولكن نشوف الكفة بالنهاية. ما يصير أن مثلا جالية حتى على كل جالية، يعني مثلا من أكبر الجاليات عندنا الجالية الهندية، ومن ثم المصرية، ومن ثم الباكستانية أعتقد، البنغالية. يعني الأعداد المهولة هذه عندما تقترب وتتجاوز سكان البلد يكون وضعك السياسي في خطر. ولذلك لاحظنا يعني حتى يعني العام يوم صارت مظاهرات وشغب حتى أيام كورونا في بعض المناطق مثل الجليب، مثل خيطان الفروانية، نلقى يعني صعب السيطرة على الشارع العام دام أن مثلا الجالية واحدة تكون في منطقة واحدة. شوف الخطورة. فنحن نرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو يعني استعانتك أنت بالخبراء، بالمستشارين اللي تستفيد من وراهم. لكن اللي قاعد يصير بالبلد انه في فوضى صراحه. يعني يوم اركز على مثلا دوله بغض النظر مصر، بنغلاديش، سوريا، اركز على دوله واترك الدول. خذ عندك مثلا التعليم. في السابق احنا كنا تعلمنا على يعني يد مدرسين فلسطينيين، وكانت هناك نخبه ومن ثم دخلت الجاليه المصريه وانتجت وطلعوا عيالنا هم ممتازين، نخبه من المدرسين. ولكن وصلنا مرحله ان التعليم بدا يتردى وبدا ينحدر التعليم. ليش؟ نشوف ان الغالبيه يعني مع الاسف وزاره التربيه، وهذه سياسه عليا، لان الحكومات السابقه ركزت على دوله في التعليم. طيب انت وهذا ادى الى تدني مستوى التعليم عندنا، وشوف وين وصلنا، بل الى يعني الى الحضيض مثل ما يقولون تعليميا. اذا خلاص انا قاعد اشوف عندي مؤشرات، شوف السوق اللي عندي، شوف العماله الهامشيه، شوف الازعاج اللي يصير من البعض، واحنا دائما نقول البعض لا يمكن نعمم. اذا انت لازم تتخذ قرارك، وهذا الموقف الحكومي موقف سليم، انك يعني تعيد النظر. بس متاخر شوي، متاخر كثير صراحه، مو شوي. انا اشوف انه متاخر كثير. بعدين ليش بس ربط تأتي يعني متاخرا خيرا من ان لا طيب تأتي. ليش يعني ربط في دوله معينه؟ في جاليات عندنا ما شاء الله يعني بس إن ليش في دوله معينه ودول اخرى لا؟ ليش ما في ربط مع دول اخرى؟ انا اقول لك اكبر جاليه عربيه عندك الحين هني الجاليه المصريه، وهي الربط الوحيد تقريبا مع مصر الان. ما في ربط دول ثانيه عربيه. أي. فهذا اللي خلى الحكومه تتجه، شافت انه في خلل صار بالتركيبه السكانيه. البعض حتى من الكويتيين قام يتاجر بالعماله. شنو العماله؟ ياخذون مصر. طيب انت ما يصير تظلمهم، تاخذ مجموعه من العماله الفقيره البسيطه تدخلها الكويت وتاخذ منهم فلوس وتقطهم بالشوارع. تجاره اصبحت تجاره. فشوف احنا نتكلم عن شقين، ما نتكلم عن شق واحد نقول يعني ما نبي من مصر لان السبب المصريين، لا، ايضا الكويتيين سبب من الاسباب عندما يتاجرون بالبشر متسببين في ذلك. فهذا التوجه توجه سليم. اذا طيب انت الحين وقفت مثلا مصر، شنو عندك الاتجاهات الثانيه، الخطوط الثانيه؟ عندك كثير، نوع، اتجه الى سوريا، اتجه الى الاردن، اتجه الى فلسطين. يعني احدى الدول منطقه من مناطقها كثرت الجاليه، احدى الجاليات شرق اسيا زادت بنسبه 80%. وصلوا مرحله تدري انهم تقدموا للحاكم طيب. المدينه قالوا نبي نمسك الحكم، اعطونا حكم ذاتي. زين. فشوف وين، ليش؟ لانهم هم اصبحوا اغلبيه. الاغلبيه. طيب في عندي خبر الحقيقه متكرر كذلك في اكثر من صحيفه عن تصريح وزير الماليه ان الميزانيه فائض بالميزانيه، ومره اشوف عجز في الميزانيه. زين. ويعني امور كثيره الحقيقه تناقضات. في 6 مليار هبه او يعني لدوله معينه في الخارج انه يعني استثمارها 6 مليار، وفي عندنا هني سوء خدمات وبنيه تحتيه واقتصاد يعني المفروض يدعمها 6 مليار هذول ودش داخل يعني تسوي شغل يعني هذا اللغز انا عندي حل. وبالتالي في تناقض. شوف الحكومه
إذا تحدث الشعب وقال إحنا متورطين اقتصاديا وهناك زلزال اقتصادي وفي انهيار راح يصير لكل شيء، تأتي الحكومة وتقول أن الحمد لله ميزانيتنا قوية وإحنا ماشيين عدل وما عندنا أي عجز. عندما يتكلم النواب ويطالب بزيادات، مكافآت، توظيف، احنا عندنا عجز، على طول الحكومة احنا عندنا عجز. هذا انا افك لك الشفره او اللغز وفعلا كلام سليم. هذه شفره، نعم فك الشفره. نعم، واحنا مديونين واحنا عندنا عجز. الان ما اتكلم عن العجز، ليش؟ يفترض الحكومه، هذه الحكومه بالذات دام انها نشيطه وعندها يعني تطلعات طيبه مثل ما لاحظنا، يعني كثير جدول اعمالها يشجع الواحد انه يثني عليها، نقول يجب ان تكون خطتها واضحه للمستقبل. يعني مو مرة تقول لنا عجز ومرة تقول لا والله عندنا فايض. اليوم كان في تصريح للدول الأوروبية أن سعر برميل النفط الروسي راح يعني خلاص يوقفون عند $60. لو قررت أوروبا أن سعر برميل النفط الخليجي زين نفس روسيا، ليش يعني شو اللي ملحهم؟ وبالتالي هذه راح تكون يعني مصيبة، كارثة راح تكون. إيه بس أنا قاعد أقول لك أوروبا لا تستطيع ولا أمريكا تستطيع أن تتحكم بالسعر. مجموعة الأوبك بلس، هذا الكلام من يومين فقط، قررت الاستمرار في خفض الإنتاج بما يعادل 2% عن الطلب بالسوق. زين. يعني 2,000,000 برميل يوميا أنا عندي تخفيض. ليش؟ عشان أحافظ على سعري. طبعا هذا الكلام أزعج أوروبا والولايات المتحدة، احتجوا وقالوا يعني وين أنتم معناته واقفين مع روسيا؟ أنتم ترفعون الأسعار. طبعا مجموعة الأوبك بلس بلا شك أنها تبحث عن مصلحتها. لا تنسى أن قبل فترة بسيطة كان السعر $100، الآن أصبح 80. هذا اللي خلى الدول المصدرة للنفط تطلع قرارها وتقول لا، سنستمر في هذا الخفض 2,000,000 برميل يوميا. مجموعة الأوبك تسعى إلى أن يوصل السعر إلى 100. هذه يعني الآن 80، فخفضت الإنتاج. لماذا؟ حتى توصل إلى 100. $4 مليارات ودائع كويتية في مصر، هذا خبر في الغبس. يعني على طاري الاقتراض اللي يتكلم عنه وزير المالية. فما أدري عندك تعليق ولا ننتقل خبر ثاني؟ شوف أول شيء في لخبطة شوية، يعني شوف أول شيء على حكومتنا زين ألا تجامل على حساب ميزانية البلد. زين واضحة. تبينا نفصل ولا واضحة؟ لا فصل. على دولة الكويت أن لا تضع ودائعها في مثلا في أي دولة، ما في أي دولة كان تعتقد بأنها يعني ضعيفة اقتصاديا، عندها مشاكل اقتصادية. دائما أنا أبحث عن الدولة القوية اللي اقتصادها مرتفع وأستثمر وأتحرك. وحتى لو أستثمر الدول يعني المتوسطة، حتى لو كانت في تسهيلات من هذه الدولة، حتى لو كانت تسهيلات، دام انه ما في ضمانات عندي، تعطيني تسهيلات ولكن الاقتصاد مهزوز، ما احط فلوس، انا ما احط فلوس، ولكن ما اقط كل البيض مثل ما اقول مسله واحده. وهذه بس نصيحه الحكومه ان تنتبه عندما تستثمر او تضع حتى ودائعها، عشان ما تجي يوم من الايام ما تلقى فلوسها في هذه الدوله او تلك. مصيبه الحكومه ان كثير من الوزارات لها فلوس، يعني مثلا الكهرباء، زين، في هناك جهات قطاعات حتى حكوميه وغير حكوميه، الوزاره مو محصله فلوس من هذه القطاعات، الكهرباء والماء. فانت عندك مبالغ يفترض تاخذها من التجار، تاخذها من القطاعات حكوميه، مو دافعه فلوس، مو ملتزمه. ليش؟ هذا يدل ان في فساد في القطاع الحكومي. يجب ان تتابع، ان تحقق هذا حق الحكومه. عندما تطالب انت مثلا البلديه مبالغ عليك المفروض تسددها للحكومه، يفترض الحكومه هي اللي تسعى، وهذا ينطبق على كل شيء، يعني حتى على القضاء. عندما تقول يعني هيئة الفتوى والتشريع كثير من القضايا الحكومية تخسرها. ليش؟ ما في متابعة ولا في جدية في متابعة قضايا يفترض الحكومة تكسبها وتأخذ فلوس من وراها. ايش رايك؟ يقول لك بطء الدورة المستندية وتأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة أبرز التحديات. هي مسألة البيروقراطية فعلا يعني قاتلة صراحة. هذه الحكومة الآن تسعى لتجاوز هذه المرحلة اللي هي البيروقراطية، اللي مثلا باختصار أنت تبي تخلص المعاملة تمر على 30 مسؤول يوقعون ويبصمون ويكتبون عشان تخلص معاملتك. وفي مركزية بنفس الوقت تلقى القرار عند واحد وهو اللي يقول إيه وهو اللي يقول لا، بمعنى أن العملية تكون متشابكة
وتؤدي إلى فساد واضح بالإدارات. وبعدين حتى المستثمر الأجنبي أو المحلي يبي يفتح له مشروع يلقى بيروقراطية واضحة. متى ننتهي من هذا الموضوع أبو مبارك؟ والله الحكومة كل شيء، شوف الحكومة الحين أعطت يعني برنامج عمل الحكومة واضح وجميل جدا، وكذا مرة تكلمنا وأثنينا عليه. على الحكومة أن تطبق الآن. يعني عندما تشوف إن قطاع خاصة البلدية مثلا في بيروقراطية، في يعني مركزية، عليها أن تذوب. خلاص انت خلي القرار ما يكون 50 واحد يوقعون على ورقة أو 30، أو اطلع فوق وانزل تحت والدور الثاني والدور الخامس واطلع. هذا الأجواء هذه يعني دائما الدول التي تعاني من فساد صراحة نلقاها موجودة عندها. طيب احنا نتمنى أن نتخلص من هذه الأجواء اللي أقدر أسمي بين قوسين نتنة، لأن تؤدي إلى الفساد. عندما يعني تبي تخلص ورقة، هالورقة يخلصون لك 5، هني تدش فيها الرشوة، تلقى واحد يبي فلوس. هني الحين عندي خبر أنا، استجواب الكركال على نار هادية. أي نار هادية؟ هو وين طفت النار من زمان وصار له مجالس من 2013 في السالفة هذه. فبالتالي ما أتكلم على الكركال بالذات، أتكلم على القضايا مثل هذه القضية، قضايا أخرى تظهر في أوقات معينة. ومن طبعا من بعض النواب يقول لك استجوابات موجهة لبعض الوزارات. هي ظهرت هذه عندما حركتها الحكومة في تحريك حكومي لها، لأنها لا زالت ما انتهت. يعني الحكومة تحرك والنواب يستجوبون على أساس أنها تبي تستمر. فالنواب الآن يأشرون يعطون مؤشرات بأن لا تحرك، هذا جانب في ناس متمصلح من وراء، في تعارض مصالح، ناس بايقة. فهذا الموضوع يجب أن يقفل ويجب أن يحال القضاء. طيب هو يعني يقفل ويحال القضاء، ولكن لا يستجب الوزير شكوا في قضية سابقة. إذا استمر في هذا الجانب. شلون استمر؟ هو قضية موجودة وتجاوز سابق أبو مبارك، زين، ومعروف بالدستور. ما انتهت لأن في معدات يفترض أنها تستلمها الحكومة، فالنواب يقول لا تستلمين المعدات هذه، وسكروا هذا الباب لأن الموضوع كله فيه فساد من هالباب يعني. كذي يعني تشوف انه يعني استجواب مستحق. اي نعم. يعني اليوم انت ضد الحكومه اليوم؟ لا العاده انا راضي قبل فتره. انا ابتسمت الحين لان واحد من الزملاء ابو ناصر دائما يقول يا اخي كله مكشر يوم يتكلم، فنحن بالمناسبه نسلم عليه ونقول له انا حسب السؤال اكشر. شوف الحين احنا نسلم على الوالد ابو خالد كذلك، لان متابعينا كذلك. الله يبارك يعني متابعينا الجيدين صراحه. الله يسلمك. فموضوع يعني مو عن ضد الحكومه او مع الاستجواب، لا خلنا يعني هو في تهديد. كان هناك تهديد من النائب عادل الدمخي، زين، يعني ان مثل هذه المشاريع اذا استمرت بدون ان تنتهي على خير، بمعنى ان عرفنا الفاسد ووقفنا الفساد، ممكن خلال الفترة القادمة يكون هناك استجواب. يعني المهم انك ما غيرت رايك. وين؟ لا زلت يعني انت على شنو مؤيد الان؟ لا الحكومة ماشية صح. للحين يعني انت الحين في الوقت الحالي حكومي؟ نعم لا زلت حكومي. تقدر تسميني اسميك كذي؟ مو مشكلة، لأن ملينا سنين واحنا معارضة وتعبنا. يوم نشوف الحكومة قاعد تتقدم أمانة يعني، لا أنا والله انه شيء يثلج الصدر. انا بشوفك من يعني صاحب ثقافة اللي يعني ون واي، خط يعني خلاص لا على الحق والباطل ولا لان المفروض الانسان يقيم وبالتالي يكون معارض او مؤيد. يعني احنا سبق تكلمنا الاسبوع اللي طاف يمكن نعم عن الموضوع، يوم قلت لك انا الوزير ممكن امدحه وبعد يومين انتقده، مثل ما صار مع وزارة الكهرباء. يوم انتقدتهم وهاجمت برنامجهم اللي هو عندهم تطبيق فاشل حقيقة، سميته فاشل، عنوان فاشل. زين. وبعد فترة قبل اسبوعين اثنيت على الوزارة نفسها عندما انجزت مشروعها من خلال تطبيق سهل. فشوف ابين لك انا يعني ما صفق للحكومة على طول ولا صفق للنواب على طول. عشان كذي كثير من الناس يزعلون مني. ليش؟ انت ما عرفنا لك تأيد هذا النائب ومرة ثانية اليوم الثاني تهاجمه. هاجمه اذا رايه ما يتوافق مع رايه. انا للاسف يعني انتهى وقتي وكلام، يعني ودي ان يكون في سرد في هذه النقطة هذه بالذات، لكن اذا عندك كلمة أخيرة مقتضبة يعني لأن وقت خلاص انتهى. والله نتمنى ان تستمر الحكومة والمجلس بعيد، يستمرون على خير بعيدا عن الاستجوابات. الإعلامي وليد الأحمد، أنا أشكرك على حضورك، وإن شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى. شكرا لك. إن شاء الله. يا مرحبا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي غدا على الخير والمحبة. تصبحون على خير.